معانا هذه الليلة يعني نستضيف أنا وزميلتي العزيزة الإعلامية الكبيرة منى الشاذلي في بث مباشر مشترك ما بين قناتي دريم والتحرير، اثنين من أعضاء المجلس العسكري من السادة اللواءات الكبار. أهلا بكم يا فندم. السيد اللواء محمد العصار، السيد اللواء محمود حجازي، منورين مصر كلها. ناويين نقعد كتير؟ لا، ما بكيش على البرنامج، بتكلم على عموما في المجلس العسكري وإدارة البلاد ولا لا، قاعدين شويه شويه. طيب هنعرف التوقيتات دلوقتي. والترحيب بحضرتك. اتفضل يا استاذ ابراهيم. سياده اللواء، انا يعني اتمنى النهارده كان في لقاء مع السيد الفريق سامي عنان مع عدد من قساوسه مندوبين عن الكنيسه المصريه. كان في لقاء سابق منذ ايام من الساده اعضاء المجلس العسكري للكنيسه المصريه وللبابا شنوده، ثم اليوم يلتقي سياده الفريق سامي عنان ب5 من القساوسه. أريد أن أعرف يعني ربما سر هذه اللقاءات، أسباب هذه اللقاءات وعلاقتها بأحداث مسبيرو، أو ما اصطلح على التعبير عنه بأحداث مسبيرو. والله أنا بشكر حضرتك على السؤال الأول. بيتضمن موضوع أحداث ماسبيرو، لأن طبعا هذه الأحداث شغلت الرأي العام وشغلت الشعب المصري كله. أولا قبل ما أتكلم على أحداث ماسبيرو، بحب أقدم التعازي لأسر الضحايا، ضحايا هذا الحادث المروع الذي أدمى قلوب المصريين كلهم، وبأتمنى الشفاء العاجل للمصابين في هذا الحادث. وعايز أقول إن الحادث ده يعني اللي قام به ناس بيستهدفوا الشر للوطن، لأن هم عارفين كويس قوي إن اللي ممكن يصيب مصر بسوء حاجتين: الوقيعة بين الشعب والجيش والفتنة الطائفية. فمن دبر لهذا الحادث رمى بحجرين مع بعض: الوقيعة بين الشعب والجيش والفتنة الطائفية. بس حضرتك بتقولي اللي قام بده، ما بتقولش الأقباط اللي لا طبعا، اللي قاموا بده. طبعا احنا الأقباط وهم جزء من نسيج المجتمع، والقوات المسلحة مملوكة للشعب وبالتالي مملوكة للأقباط وللمسلمين. هذا الحادث لا يمكن أن يوصف بأن هو بين القوات المسلحة والأقباط. اللي قام بهذا الحادث ناس أرادوا الفتنة. الأقباط في مصر مش بنتكلم عليهم كأقلية ولا كشركاء في الوطن، عندهم إحساس عميق سيادة اللواء إنه الحادث ده يعني مش عايز أقول أصابهم في مقتل، إنما جرحهم جرحا عميقا. أنا ما بشاركش حضرتك في الشعور ده، لأن احنا بنتصل بالأقباط، وسواء في الكنيسة أو سواء الزملاء الأقباط أو الجيران أو الأصدقاء. لا، الأقباط زملاء يا فندم اللي هم في المجلس العسكري. هل في المجلس العسكري؟ لا، زملاء في القوات المسلحة. هذا الشعور مش موجود. اللي أصاب الأقباط هو أصاب الشعب المصري كله، وأدمى قلوب الشعب المصري كله، مش الأقباط بس. احنا في المجلس مسؤولين عن أرواح كل المصريين، والدم المصري غالي، سواء كان دم مسيحي أو دم مسلم. وهذا الحادث يعني قام به فئة باغية، احنا وراهم وهنتوصل إليهم، وجهات التحقيق وجهات الأمنية بتعمل ليل نهار للكشف عن هذا المخطط الدنيء الذي أراد للوطن السوء. بس برضه يا فندم النقطة دي يثير يعني اخواتنا الأقباط وكثير من المراقبين وحقوق النشطاء كلام حوالين أن الشرطة العسكرية وموقفها أمام ماسبيرو، والاعتداءات اللي تمت على المتظاهرين، والمدرعة الشهيرة اللي دهست الأقباط. فأليس في هذا كله طرف
اسمه المجلس العسكري والجيش؟ لا اطلاقا. اسمح لي اقول لحضرتك، كان في مؤتمر صحفي وكان في سياده اللواء محمود وسياده اللواء عادل عماره، وشرحوا الموضوع وعرضوا فيديوهات. ما كانش منها الهدف ان احنا نرمي المسؤوليه على الاقباط، انما بنؤكد ان القوات المسلحه كانت مستهدفه في هذا الحادث زينا بالظبط زي الاقباط. القوه كانت مكلفه بحراسه مبنى التلفزيون وتامينه، وكانت القوه دي ليس لديها سلاح او ذخيره. ولما جت المظاهره اندس فيها ناس وهم اللي بداوا بالاعتداء على هذه القوة، وكان اعتداء يعني بشع، وكلنا شفنا العربيات وهي بتتحرق والناس بتنزل الجنود من العربيات وبتعتدي عليهم. وعشان اثبت لحضرتك ان الاقباط كانوا ليسوا طرف في هذا الموضوع، ان جندي اتلم عليه ناس في هذا الاعتداء. جندي اتلم عليه مجموعة وبيضربوا فيه، جاء قس وشاف هاله هذا المنظر واترمى على الجندي عشان يحميه وخد هو الضرب. ده دليل على ايه؟ دليل على ان ده مش الاقباط، ده ناس عايزة فتنة وبتعتدي على الجنود. احنا كنا مدركين قبل كده ان في، لو حضراتكم تفتكروا، 4 مرات القوات المسلحة قالت انها سحبت جنودها من ميدان التحرير، مرتين من ميدان التحرير ومرتين في العباسية في 22 و 23 يوليو، لما شعرنا ان في مخطط للزج بالقوات المسلحة، ففضلنا ان احنا نسحب قواتنا. انما المرة دي كان لا يمكن ان احنا نسحب القوة بتاعتنا من تأمين التلفزيون، واعتمدنا على رصيدنا عند الشعب في ان احنا ما اديناش للجنود دول ذخيره. انما كان هذا المنظر الذي روع كل الشعب المصري في الاعتداء. بس اسمحي لي حضرتك، لان النقطه دي نقطه مهمه جدا، ان الحدث الاعتداء على الجنود بهذا الشكل اساء للقوات المسلحه واساء لضباطنا ولجنودنا. وانا بس يعني بستهل كلامي ان انا بأؤكد أن القوات المسلحة لن تسمح بتكرار مثل هذا الاعتداء على جنودها. احنا الجنودنا وضباطنا من الفئة المندسة، من المندسين اللي في المظاهرة دي. أنا عايز أقول لحضرتك يعني معلش، لما نقول فئة مندسة ما نقولهاش بأسلوب مش استخفاف، أنا بتكلم بوضوح. بالظبط كده. أصل الاندساس برضه مسؤولية المجلس العسكري فندم. طبعا الأمن في كيف البلد، اندسوا وكيف وجدوا وكيف نفذوا مخططهم، كل ده مسؤولية المجلس العسكري. طبعا نحن نقر، فمش استخفافا يعني، ده تحميلا لكل مسؤولية. احنا ما بنتهربش من مسؤولياتنا، احنا بنقر بان احنا مسؤولين. وعشان كده انا قلت لحضرتك قبل ما تسأل ان كل الأجهزة الأمنية وكل الأجهزة القضائية معنية بالتوصل لهؤلاء الجناه. وانا برضو بدعو للشعب المصري ان هو يساعد اللي شاف حاجة، اللي شاف واحد ماسك بندقية يبلغ عنه ويروح عليه، اللي شاف عربية بتتعبى ببلطجية وبسلاح وبذخيرة. ما هي الحاجة مش هنتوصل للجناه دول إلا بس هم يا فندم شافوا المدرعة. طيب. هم شافوا المدرعة وهي بتدرس. طيب أنا أرد على الجزئية الخاصة بماسبيرو سيادة طب اللواء. المدرعة مهمة يا منى، معلش. المدرعة ده نقطة جوهرية. عشان سيادة اللواء اتكلمت عن جزء من الصورة وهو اعتداء اللي سميناه مندسين على القوى المسلحة أو قوى الشرطة العسكرية، إنما في وجه آخر قدم وبرضه في وثائق مصورة. أيوة. وأفلام وحقائق وشهادات كلها بتقول إن في اعتداء من الشرطة يعني العسكرية. هو الجزء ده بيدخلنا المؤتمر الصحفي. المؤتمر الصحفي كان في حديث عن المدرعات، وكان في حديث عن الأسلحة وخلوها ومن المندسين. هقول 3 أسئلة مرة واحدة لأنه يعني عشان يبقى المسألة مركزة. فئة باغية أو أشخاص مندسين لم تكن هذه المرة الأولى اللي مش بس يستخدم فيه هذا المصطلح، اللي الناس تعتقد انه في جماعه ما احنا مش عارفينها. دي مش اول مره اتقالت تكرارا. فاصرار المجلس العسكري على طرحها بهذه الطريقه كمان يزيد المساله غموضا. الحاجه الثانيه في المؤتمر الصحفي كان وكانه سلاح ذو حدين. حد منطقي انه القوات المسلحه عايزه
تبرز وجهة نظرها وهذا حقها. الحد الثاني بدا وكأنها تلقي بالتهمة كلها على الأقباط. المؤتمر الصحفي خلص من هنا حضرات اللواءات، وتلقفت المنطق والفيديوهات كل الناس اللي ممكن يكون عندهم ضغينة ضد الأقباط أو شايفين المسألة بزاوية عنصرية. فهذه إشكالية كانت في المؤتمر الصحفي. الجزئية الثالثة بما فيها بقى المدرعة وما إلى المدرعة، مر على هذا الحادث أكثر من أسبوع. فأنا متأكدة إنه حتى حضراتكم دلوقتي يمكن يكون عندكم توصيف أو رؤية له أهدأ من المؤتمر الصحفي. أنا بس فعايزين نسمعها كلها متكاملة. اسمحي لي قبل ما اللواء محمود، لأن هو اللي حضر المؤتمر الصحفي وهو اللي يعني في الصورة من الموضوعات الأمنية، إنما أنا بس عايز أوضح الجزئية بتاعت المدرعة لأنها مهمة جدا. المدرعة، الجندي اللي سايق المدرعة ده شاف مدرعات حواليه بتتحرق، وشاف زمايله بيتسحبوا من المدرعات الأخرى وبينزلوا وبيعتدى عليهم. فكان حاجة طبيعية إنه يهرب. واحد بيهرب بينجو بنفسه لأنه شايف إن هو لو ما هربش هيلقى مصير زمايله دول. فكانت النتيجة إن هو بيجري يعني بيعمل خط سيره، طلع وراح راجع تاني، فرمل مرتين، واضحة من الصور. أنا بس عايز أقول لحضرتك، اتقال في المؤتمر الصحفي كلمة مهمة جدا، أن هذا ليس منهج القوات المسلحة الموضوع الداس ده. نمرة 2، لو فكرنا بأسلوب يعني منطقي شوية، هل عسكري سايق مدرعة بهذا الحجم وبهذه القوة وفي وسط آلاف من البشر في مكان ضيق وقاصد يدهس، هيدهس كم واحد؟ قول كده، مش أقل من 200-300 واحد. إنما ده اللي أصيبوا في الدهس أو كانوا نتيجة الضحايا الدهس 17. لا أقل بكتير، أقل 6. أنا طبعا كل دول دمهم غالي، إنما أنا بوضح إن النية غير موجودة. ده واحد بيدافع عن روحه بينجو، إنما أنا بس اديت فرصة بقى. ليه ما قلناش محمود يا سيادة اللواء؟ يعني ليه في المؤتمر الصحفي حضرتك بتجاوبني دلوقتي ما قلتلناش إنه العسكري ده مقصر وإنه أخطأ وإنه ثباته الانفعالي ما كانش مظبوط وإنه يبدو إنه محتاج تأهيل أكتر من كده وإن الموقف كان أكبر منه؟ ليه الحالة الدفاعية عن خطأ واضح إنه غير مقصود زي ما سيادتك بتقول، لكن في نفس الوقت هو تقصير وإهمال أدى إلى هذه الضحايا؟ هل تسمح لي بس إن أنا الأول يعني أشارك سيادة اللواء العسار في تقديم التعازي لأسر الضحايا كلهم وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين. وخلينا نقر واقع ان اللي حصل مأساة بكل المقاييس، والمجادله في عظم المأساة لا ما ينفعش ان احنا هي مأساة في تسليم بمأساويتها. ده يعبر عن شعور المجلس الأعلى ولا شعور اللواء محمود؟ لا شعور المجلس الأعلى، هي مأساة بكل مقاييس كلمة المأساة. ضحاياها أكثر من المتوقع. يعني دي ضحايا كان يجب أن يكون هناك ضحايا أصلا. لا كان لا يجب. عشان كده وانا هسيبكم تختاروا كل الالفاظ اللي عايزين توصفوا بيها عظم المأساة، نوصف بيها عظم المأساة، وهي مأساة فعلا. انما بصراحه يعني ربط زياده عدد الضحايا بان هم عشان من الأقباط ده خلل يحتاج ان احنا نراجع نفسنا فيه. يعني عشان نقول ان المأساة دي عدد الضحايا اللي فيها كتير عشان اللي قايمين بيها أقباط، ده موضوع مؤكد مش صح، ومؤكد محل إعادة نظر من كل اللي عايز يسوق الفكرة دي. صحيح، بس هي مصادفة تستحق أيضا النظر يعني. نعم، بس هو لماذا؟ للأسف الشديد أن تحدث هذه المأساة في موجود مثلا مع الإخوة الأقباط، وده بيزودها ألم بالنسبة لنا، لأنه بيمس حاجتين اتنين أكتر من إن هي مأساة، يؤثر في قضية إحنا حريصين جدا إن مصر ما تقعش فيها، وهي اللي ممكن حد يتسبيها أو ما يسمى بالفتنة الطائفية.